رياكتو راند يعني بعد كلام طويل وعن طلاقهم عن سبب الطلاق قام بنشر ستوري يعني من خلال حسابه على انستغرام، وكأنه بيحكي قصة صديقه، والكل قال انه هاد قصة صديقه ويبيعني نفسه فيها. فأراد ان يبيع الشبهة، فقال صديقي. ومن خلال هاد القصة قال انه صديقه يعني زوجته خانته مع حبيبها السابق، وانه ربي راح يعوضه، وانه ما يتعامل كل شخص مع اي شخص او اي انثى على انها ملاك او ملائكة. فوسط الملاك كاين شر وكاين اشياء سيئة. وهنا يعني الكل يعني قال انه هذا الكلام اللي قاله فراس ابو الشعري يعني بيقصد نفسه فيه وليس اي صديق، لانه هو طلاق، وصار كتير كلام على سبب الطلاق وعلى يعني مصير زواجه مع رند. راح يكون عندنا فيديوهات، راح نشوف تحليل لهذه المسألة ونحكيك أكثر حول هذه المسألة. في كتير فيديوهات في القناة بإمكانكم الرجوع لها ومشاهدتها، وضغط على زر لايك وسبسكرايب، وضلكم دائما متابعين.